لو بتعملي الفراخ بالطريقه التقليديه انت كل اللي فاتت واتبعي النصيحه بتاعت النهارده واتبعي الطريقه بتاعت النهارده. طريقه النهارده حلوه جدا 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 وهتفيدك لو انت في شغلك وجايه مش قادره تعملي اكل او انت رايحه مشوار وعايزه ترجعي تعملي الاكل بسرعه. النهارده طريقه الفراخ ديت هتنفعك جدا، خليكي معايا لاخر الفيديو هتستفيدي جدا. اول حاجه جبت فرخه غسلتها عملت لها محلول ناقع زي ما انت شايفه فله وبيضه ولونها جميل. صدمتها على نار عاليه. هنا هبدا اضيف البهارات، معايا معلقه كزبره، معايا معلقه بابريكا، معايا معلقه ملح صيني اللي هو مرقه فوريه يعني، معايا معلقه فلفل اسود، معايا معلقه كركم بتاع ده كاري، معايا معلقه صغيره جدا 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 قرفه. ما تزوديش في القرفه عشان ما تضغطش على الطعم الاصلي للفراخ. وهنا لو حطيتي كركم او كاري في الوصفه لازم تحطي فلفل اسود عشان تستفيدي من ماده الكركمين، لان ماده الببرين اللي في الفلفل الاسود هي اللي بتخلي الجسم يمتص ماده الكركمين اللي في الكركم او الكاري. هبدا اضيف البهارات زي ما انتم شايفين عشان الزيوت العطريه تبدا تطلع وتديني الطعم المميز. ولازم زي ما انتم سامعين كش دي لازم تسمعوا الصوت ده. ليه؟ عشان كده انا بصدم الفراخ وبحبس العصاره الداخليه داخل انسجه الفراخ. اقوم لما اجي اكل قطعه الفراخ احس ان هي جايه من المطاعم، وده اللي بيفرق بين الطبخ البيتي وطبخ المطاعم. شويه تكات وشويه اسرار بسيطه بتفرق جدا في الطعم يا جماعه. والسبب العلمي الثاني ان الفراخ او اللحوم او الطيور عامه لما بتتعرض لحراره عاليه بتنتج مركبات ضاره. المركبات دي اسمها امينات غير متجانسه الحلقه. المركبات غير متجانسه الحلقه ديت بتضر جدا بالجسم، فاحنا بنتلاشاها بان احنا بنصدم الفراخ وبنغلف الفراخ بالتوابل اللي انتوا شايفينها علشان تعمل لي حاجز بين الفراخ وبين الحراره العاليه. بعد ما قلبت الفرخه زي ما انتوا شايفين وخدت اللون الجميل الجلدن الفاتح، هبدا انزل بالخضار. طماطميه مقطعه اربع، بصلايه مقطعه اربع، جزر متقطع دواير رفيعه، وهبدا انزل بيه. وتلاحظوا ان انا نزلت بيه هنا بعد ما حمرت الفراخ علشان العصاره بتاعت الخضار ما تنزلش على الفراخ تعرقل لي عمليه التحمير. فلما اتحمرت نزلت بالخضار. وهنا نزلت كوبايه ميه واحده بس، كوبايه واحده ما تزوديش عن كده، يا دوب تساعد لي الفرخه ان هي تستوي السوى الجميل. بعد كده هغطي على الفرخه ونسيبها تستوي ونشوف هنقدمها ازاي. شايفين بقى القمر؟ قدمتها بطبق التقديم اهو زي ما انتم شايفين، ما شاء الله تبارك الله. والشكل بيقول على نفسه. زينتها بطماطم ورود، وكمان عملت نص ليمونه على هيئه وزه، جناح وزه، وزينتها بحلقات الجزر وزي ما انتم شايفين. وشوفوا دايبه دوب، شايفين اللحم ما شاء الله من جوه، شايفين ما شاء الله. وطراوه بقى اتبعوا الطريقه دي في تسويه الفراخ وكمان ما بتاخدش وقت خالص. كنت معاكم انا زهره في فيديو جديد من وصفاتنا السهله والسريعه. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.